أهلا بيكم. مشاهد التوتر والقلق والنكد والخناق اللي بتحصل قبل أي مناسبة سعيدة مع النرجسي الخفي مش صدفة خالص زي ما انت فكرت. النرجسي لما يشم ريحة فرحة جاية بيستعجل الخراب ولازم يفسدها. المناسبة ما بدأتش، لسه ما فرحتش، هو يبدأ يلعب على أعصابك ويفسد اللحظة. يبدأ يقلب عليك قبل الفرحة، من أول ما يحس إن في مناسبة جاية، حاجة حلوة، لحظة فرح مستنياك. تحس كأن في رادار في دماغه بيضرب إنذار، كأنه بيقول لنفسه في مناسبة سعيدة جاية، يلا استعد علشان تبوظها قبل ما تحصل. ونبدأ ندخل في القرف النفسي اللي بيحصل. فجأة قبل المناسبة بيومين تلاتة يبدأ يشحنك توتر، خناقات من ولا حاجة، كلام سخيف على شكلك، تصرفاتك، على تفاصيل اليوم. يبدأ يسألك أسئلة ملهاش أي لازمة. انت ناوية تروحي؟ ايه لازمتها المناسبة دي؟ انا مش مرتاح للناس دي اصلا. او يهددك بصمته، يتجاهلك ويكون بارد، او يخلي البيت كله طاقة سلبية، خنقة علشان تدخل المناسبة وانت مهدودة ومتوترة ومش قادرة تفرحي اصلا. ولو ما نفعش كل ده يخترع خناقة كبيرة قبل المناسبة بساعات علشان يخرب مزاجك ويفسد عليك اللحظة. تدخلي المناسبة بس جواكي وجع وخنقة، وتخرجي حاسة انك ما قدرتيش تفرحي. مش بس بيفسد اللحظة وهو فيها، ده ممكن يولعها قبل ما تحصل اصلا علشان ما تكونش مبسوط حتى لو كنت لسه ناوي تفرح. النرجسي مش دايما بيستنى اللحظة علشان يخربها، اوقات بيشم ريحة السعادة جاية من بعيد فيقرر يفسدها قبل ما تحصل. بيخاف من الفرحة لو كانت مش بمزاجه أو بسببه. يسبق أي لحظة جميلة بكلمة باردة، تلميح سخيف، نظرة غبية علشان يطفيك من جواك قبل ما تنور قدام الكل. كل ما تيجي مناسبة سعيدة، عيد، فرحة، خطوبة، شغل جديد، حتى خروجة بسيطة، تلاقيه فجأة مريض، مهموم، متعكنن، داخل بمصيبة، أو نايم ويتهرب، أو يقلب المود بنكتة سخيفة كأنه قاصد يقتل الفرحة والبهجة قبل ما تيجي. لازم كل حاجة حتى الفرحة تكون تحت سيطرته. بيتعمد يقلب الجو توتر وخناقات، كأنه بيقول محدش هيقدر يفرح إلا بإذني، لأن الكل تحت رحمتي ورهن إشارتي. جو العيد والمناسبات السعيدة النرجسي الخفي بيغير منه، بيحسها تهديد ليه لأنه محدش هيركز معاه ويلمع صورته. الفراغ اللي جواه بيمنعه إنه يحس بالفرح والجمال. إنسان القبح بالنسبة له عادي، فالجمال والفرحة بيتعبوه ويحسها حاجة غريبة. لازم يفسد أي لحظة سعيدة قبل ما تحصل. هيحاول بكل طاقته يفسد اللحظة، خناقة من الهوا، جملة سخيفة، أو يمثل إنه مريض، أو أي تصرف يبوظ اللحظة. قبل أي لحظة سعادة لازم يخربها. قبل المناسبة ما تبدأ النرجسي يبدأ يسود الدنيا، يبدأ ينشر طاقة سلبية تخنق الكل. فجأة يقلب الموضوع حزن ودراما وكآبة وتمثيل. انتوا بتحتفلوا والغلابة جعانين، انتوا بتضحكوا وابويا مات زي النهاردة، هي دي الحياة، كله تمثيل. الناس بتموت وانت عايزة تعملي حفلة. انا مش في المود تفرحي، احترمي ده، ما تحسي شوية بغيرك. وكل ده علشان تشيلي ذنب وتحسي انك مديونة نفسيا بسبب اللحظة الحلوة اللي عايزة تعيشيها. يبتدي يشتكي من صحته، وحدته، قرفه من الناس، او حتى ظلم الدنيا ليه. انا تعبان، محدش حاسس بيا، ولا حد فيكو سألني هتعيد فين، كأني مش موجود. يقلب اليوم لمصيبة. قبل المناسبة بساعات انا حاسس بحاجة طبقة على صدري، افتكرت ابويا الله يرحمه، ملناش فرحة، حاسس ان في حاجة وحشة هتحصل، مش قادر اتكلم، حاسس اني مش نافع. يملى المكان كله طاقة سلبية وكآبة وسواد، يسرق الفرحة ويقتلها قبل ما تحصل. أو فجأة في أزمة كبيرة حصلت، العربية باظت، الكهرباء قطعت، الفلوس مش مكفية، أخويا اتخانق، ولازم الكل طبعا يهتم بالمصيبة وممنوع عليه يفرح. احنا مش هنفرح والناس تعبانة. يسرق منك حقك انك تفرح. او يعكنن الدنيا كلها بشكل سلبي، يفضل قاعد ساكت، أو يرد بنص كلمة، أو حتى نظراته كأنها بتقول أنت فاضية تفرحي؟ أنت ليكي نفس تفرحي؟ بيلعبها عقاب نفسي صامت، يملاك بالتوتر والقلق ويحسسك بالذنب إنك فكرت تفرح. أو يختفي تماما ويمثل إنه نسي غصب عنه.
آسف نسيت كان عندي حاجات كتير. يخليك دايما في حالة فراغ، مفيش مشاركة، مش هيفرح لك، ومفيش حتى اللي تتسند عليه. عيد ميلاد؟ طب كويس، بس أنا قلبي مقبوض من امبارح. أنا كبرت على الحاجات دي، دماغي مش في الضحك دلوقتي. أنا مخنوق شوية، بيتهيالي أنا مش هكون موجود، وجودي هيبوظ الجو أو يخلق أزمة قبل المناسبة بساعات. أنا مش جاي، لو فلان موجود أنا مش هحضر، أنا مش في المود، خليكوا أنتوا مع نفسكوا. كأنه بيوصل رسالة واحدة: أنا مكتئب وما ينفعش حد يفرح. أنا مكتئب ولازم الكل يكتئب زيي، وممنوع أي حد يحس بالفرحة. هو مش طايق إن الفرحة تكون مش هو مصدرها، لازم يفسدها أو على الأقل يطفيها علشان الكل يبقى متجمع على حزنه مش فرحته. لازم يعاقب الكل من غير ما يظهر. لو حد نجح أو فرح بيحس إنه اتساب وتهان، يقرر يعكر الجو بموجة حزن وكآبة للكل، وكأن الفرح في نظره ذنب. في الآخر المناسبة تتحول لنكد وتوتر وعزا روحي، وكأن الضحكة جريمة، واللي فرحان في نظره أناني. والنتيجة كل لحظة فرح وسعادة معاه بتتحول لتوتر وكآبة، وتبطل تفرح من الأساس. وطبعا اللعبة واضحة زي الشمس، كل مناسبة نفس السيناريو. مستحيل طبعا تكون صدفة، لكنها لعبة نفسية نرجسية خبيثة جدا وحقيرة جدا. سيبه يغرق في كآبته ونرجسيته وافرح غصب عنه. النرجسي بيحاول يسرق منك أي لحظة سعادة، عقابه الوحيد افرح غصب عنه. لحظات السعادة والفرح ملكك، مش هدية من النرجسي. افرح غصب عنه، ولو قدرت تفرح لوحدك بعيد عنه وتسيبه يغرق في تشوهاته النفسية، افرح لوحدك. قول لنفسك اللحظة دي ملكي أنا، ومش هسمح لحد أبدا إنه يفسدها. كل مرة يحاول يبوظ فرحتي هفرح أكتر وأعلي ضحكتي.